كام شهر كده في الخط الزمني بتوع الثانويه العامه، الشهور دي فعلا بتكون مميزه. شهر 8 اللي بتكون لسه بادئ فيه، شهر 4 اللي هو معروف انه بيكون اتعس شهر في الثانويه العامه، 6 لان ده الشهر اللي انت بتمتحن فيه اصلا، في شهر 11. الفترة اللي فاتت لو كنت سألت أي حد في الدفعة اللي كانت أكبر منك عن مشكلة بتواجهك في الثانوية العامة، فهتلاقيه يضحك ضحكة سخيفة كده ويقول لك ده السنة لسه ما بدأتش. فكرة هو بيكون معاه حق فعلا، لأن السنة لحد شهر 11 هي بتكون لسه ما بدأتش. شهر 11 هو الوقت الفاصل ما بين إن أنت لسه ما بدأتش ثانوية عامة وإن أنت فعلا دخلت في الثانوية العامة. الشهر ده بالذات ما ينفعش تتعامل فيه مع الفترة اللي بعده زي الفترة اللي قبله. يقولوا إن أنت لو كنت بتراكم فأنت لازم تخرج من الشهر ده من غير تراكمات نهائي. كان في حاجات مراكمها قبل كده لازم تخرج من الشهر ده ومفيش حاجة متراكمة. ضايع خالص والدنيا بايظة معاك، فأنا مش بقول لك إن دي نهاية الثانوية العامة، أنا بقول لك الشهر ده بداية الثانوية العامة، يعني السنة لسه بتبدأ. فما تجيش تسألني هو لسه في وقت. ده انت هتسأله لنفسك 9000 مرة في السنة دي، بل ان ممكن تسأله لنفسك كل اسبوع. كده دايما انه لسه في وقت. ممكن واحد يقول لك طالما الامتحان مش بكره يبقى لسه في وقت. صدقني والله لو الامتحان بكره فانت لسه معاك وقت. قبلك سالوا السؤال ده لنفسهم، واللي معاك بيسالوه لنفسهم، واللي هيجوا بعدك هيسالوه لنفسهم، وانا نفسي سالته لنفسي. اتعلمته بجد في الثانويه العامه انه دايما هتلاقي وقت، وان دايما في وقت لاي حاجه، مش شرط بس مذاكره الثانويه العامه. الاساس والمطلوب ان انت تاخد الخطوه وتبدا دلوقتي. خد الخطوات بجد اللي هي خطوات الثانويه العامه. يعني لو كنت انت بتنام 8 ساعات في اليوم، فال8 ساعات دول يبقوا 7 ساعات ونص. مش هقول لك تخليهم 6 ساعات، بس على الاقل خليهم 7 ساعات ونص. بتذاكر مادتين في اليوم يبقوا مادتين ونص. اي حاجه بقى تعباك نفسيا بره عن الثانويه العامه اللي انا عارف ان هي اكبر تعب انت بتواجهه، فالحاجه دي انت لازم تتخلص منها من دلوقتي. وانت الحلوه في الموضوع ان انت طول الفتره اللي فاتت كنت في مرحله ان السنه الصعبه دي تبدا. انت دلوقتي في مرحله ان السنه الصعبه دي بتنتهي. الفيديو ده بس انا عامله كهايلايت للشهر ده، ومن باب وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. اي غلطه عملتها الفتره اللي فاتت ما تكررهاش الفتره دي، وحاول دايما تخلي ربنا هو النور اللي بينور لك الطريق المظلم اللي بيمثل الثانويه العامه. وبس كده، السلام عليكم.